يا صديقي ركز معايا عشان اللي جاي ده ممكن يغير حياتك. كم مرة كنت بتحاول تاخد قرار او بتعمل حاجة كبيرة او حاجة مهمة وفجأة لقيت نفسك خايف ومش قادر تكمل، قلبك قاعد يدق بسرعة وبتلاقي نفسك مش قادر تاخد القرار رغم ان الموضوع بيبقى بالنسبة لك محسوم والرؤية بتبقى واضحة جدا. انا عاوزك تعرف ان الخوف ده بقى بالذات هو اول خطوة للتغيير. لو خايف تاخد خطوة في مشروع، لو خايف من قرار معين، لو خايف من مواجهة معينة، الفيديو ده ليك. شوف يا صديقي، الخوف دايما مش علامة من علامات الخطر. الخوف ده شعور طبيعي جدا، ولو هتيجي تاخد قرار كبير فالخوف ده شيء محمود، لان الخوف ده بيديك انذار بيقولك انت خارج منطقة الراحة بتاعتك. وعشان الخوف شعور طبيعي وشعور لازم نحس بيه ولازم يجيلنا، يبقى هنا الموضوع مش في موضوع الخوف، يبقى هنا الموضوع كله بيتركز ازاي ما نسمحش للخوف ده ان هو يسيطر علينا. لما تدخل في موضوع وتحس انك مش قادر، دي في حد ذاتها علامة انك تتحدى نفسك، مش انك ضعيف ولا حاجة. فمشكلتك كلها هتبقى مع الخوف ان انت تسيبه يسيطر عليك. يعني انا هديك مثال، مثلا محمد علي كلاي الملاكم المشهور الله يرحمه، لما سألوه انت ما بتخافش وانت بتواجه خصومك في الماتشات دي، رد عليهم وقال انا كنت بخاف من كل ماتش، لكن كنت بواجه الخوف ده في الحلبة. يعني ببساطة الراجل بيقول ان هو كان بيواجه خوفه، بيقف جوه خوفه وبيتحداه، مش بيخلي خوفه يسيطر عليه، لان خوفه لو سيطر عليه مش هيطلع الحلبة اصلا. وكانت النتيجة اسطورة في عالم الملاكمة بنتكلم عليها لحد يومنا هذا. يعني حتى ايلون ماسك بيقول انا بخاف لكن بحرك الخوف ده معايا، مش بسيبه هو اللي يمشيني. هديك مثال كمان، جيم كاري الممثل الكوميديان المعروف، ابوه كان ممثل كوميدي وكان فنان وكان موسيقار، وواضح كده ان جيم كاري ورث الموهبة دي منه، لكن كانت مشكلته الوحيدة ان هو بيخاف. عشان كده قرر ان هو يشتغل محاسب في وظيفة ثابتة. عشان كده جيم كاري قال لو ممكن تفشل في اللي مش بتحبه، جرب تنجح في اللي بتحبه. بمعنى لو انت بتشتغل شغلانة ومجبر عليها ومش بتحبها وحاسس ان انت بتفشل فيها، طب شوف حاجة انت بتحبها وكافح عشان تنجح فيها. انا في الجزئية دي رسالتي ليك ان الخوف مش بيوقفك، انت اللي بتوقف نفسك. الناس اللي بتنجح مش لانهم مش بيخافوا، مفيش حد ما بيخافش، كلنا بنخاف، لكن الناس دي نجحت لانها اتحركت مع خوفها. خاف، بس خاف وانت بتتحرك. لكن لو فضلت ثابت مكانك، خوفك كده هو اللي موقفك، وعمرك كده ما هتاخد خطوة لقدام. لكن لما تيجي تخاف، خاف وانت بتأدي العمل، خاف وانت بتاخد القرار، خاف وانت بتتحرك. طيب يا صديقي، هو انا هسيبك كده من غير ما نمشي على خطة نواجه بيها الخوف ده؟ لا، خلينا نشوف خطة كده وتكون كويسة وتكون بسيطة وسهلة عشان نواجه بيها الخوف. اول خطوة، خلينا نواجه الخوف بحاجة اسمها الوعي. اسأل نفسك اسئلة كده معينة، هو انا خايف من ايه؟ ايه هو اسوأ سيناريو ممكن يحصل؟ وهل هو هيبقى سيء بالدرجة دي؟ الأسئلة ده يا صديقي في حد ذاتها اما تسألها لنفسك هتلاقي نفسك بتفكك الموضوع كله، وهتلاقي نفسك بتواجه فعلا الخوف ده. تاني خطوة يا صديقي، فكر بالعقل مش بالمشاعر، لأن أوقات كتير جدا خوفك ده بيكون أساسه مبني على شعور ملوش علاقة بالواقع. ارجع دايما للحقائق واسأل نفسك ايه الدليل على الخوف ده. وعايز أفكرك بنقطة مهمة جدا، انت لما بتكون بتقدر دايما الخوف وبتقدر دايما ان في حاجة او مشكلة او سيناريو سيء هيحصل، دايما الانسان بيقدرها وبينزع منها لطف ربنا عز وجل. ربنا عز وجل لما بينزل مصيبة بينزلها بلطفه. يعني مثلا لو شخص متوقع سيناريو سيء في حاجة معينة، فجأة الموضوع ده ممكن يعدي عليه وتحصل حاجة تخلي الموضوع يعدي عليه بلطف شديد جدا. ده الكلام ده في الحاجات السيئة طبعا. فالخوف دايما شعور ما بيبقاش مبني على اساس واقعي، وترجع دايما للحقائق وتفكر دايما بالعقل. لو هتعمل حاجة ممكن تدرجها لو هي تسمح بالتدرج. يعني مثلا اللي بيخاف مثلا من مواجهة الكاميرا يقدر يدرج نفسه في الخوف ده ويدرب نفسه ان هو يسجل كل يوم فيديو قصير ليه. هتلاقي الموضوع في النهاية بقى سهل وبسيط جدا، وان الخوف ده في الاول كان شعور ومهبط عزيمته. الخطوة الرابعة، سجل تقدمك. يعني ايه يا صديقي؟ كل ما بتسجل نجاحك حتى لو في خطوة صغيرة ده بيكسر الخوف. اكتب الامور دي لان الانسان بينسى وبيرجع له تاني الشعور بالخوف، لكن كل ما تكتب ان انت عملت خطوة حتى لو صغيرة بتلاقي نفسك اخدت خطوة كبيرة بعد كده. خامس خطوة، حاجة اسمها قوة البديل. يعني مثلا بدل ما تقول انا مرعوب ان انا ادخل في المشروع ده، ممكن تغير الجملة دي وتقول انا متحمس ان انا اجرب المشروع ده، انا متحمس ان انا اشوف حاجة جديدة. اللي انت بتقوله لجسمك جسمك بيترجمه حرفيا. فانت لو قعدت مقتنع وبتقول ان انا خايف ان انا اعمل حاجة زي كده، بالتأكيد هتلاقي شعور الخوف اصبح يلازمك في كل فكرة انت هتفكرها في الخطوة او في المشروع ده. فدايما تستخدم قوة البديل، بدل كلماتك وغير كلماتك. سادس خطوة ودي مهمة يا صديقي، اتكلم مع ناس مروا بنفس الخطوات دي ومروا بنفس الخوف ده. الموضوع ده بيشجعك جدا. يعني مثلا لو انت داخل مشروع، اسأل اهل الخبرة في الموضوع ده دخلوا فيه ازاي وبدأوا فيه ازاي، هتلاقيهم لوحدهم بيكلموك عن مشاعر الخوف اللي كانت مصاحبة ليهم في بداية الموضوع، وهتبدأ تفهم من كلامهم هم ازاي تخطوا الموضوع ده. الخطوة دي مهمة جدا وضروري ان انت تسأل حد مر بنفس التجربة.
سابع خطوة ودي تمرين مهم جدا، تمرين التنفس. تمرين التنفس وذكر ربنا عز وجل دايما بيخلي حالة الخوف دي تطلع من قلبك. دايما لما تقعد تتأمل وتذكر ربنا عز وجل بتلاقي نفسك وصلت لحالة تانية، الخوف ده بيخرج منك، الافكار السلبية والوساوس كلها بتروح من تفكيرك. وخلي بالك من حاجة مهمة وقاعدة مهمة خدها في حياتك، انت مسؤول عن السعي مش مسؤول عن النتيجة. النتيجة دي بتاعت ربنا عز وجل، وان ليس للانسان الا ما سعى. اسعى في اي حاجة طالما هي صح وحاجة كويسة، وان شاء الله ربنا هيجازيك عليها خير. ولو مش هتاخدها هتلاقي باب تاني اتفتح لك ومجهودك ده اكيد مش هيضيع. عايزك تعرف يا صديقي ان الخوف ده دايما هتلاقيه موجود، واعرف دايما ان اي حد ناجح وانت شايفه ناجح اعرف ان هو بيخاف زيه زيك بالظبط، وعاش الخوف بمراحله كلها، ويمكن عاش مراحل اسوأ من اللي انت متخيلها، لكن قرر ان هو يكمل وقرر ان هو يواجه الخوف ده. وفي النهايه يا صديقي يا ريت تبعت لي في الكومنتات ايه اكتر حاجه كنت خايف تواجهها وقررت تواجهها بعد الفيديو ده. وما تنساش برضه تبعت الفيديو لحد خايف ياخد خطوته الاولى، يمكن يتشجع ويبدا ياخد خطوه ويستفاد بحاجه. وفي النهايه يا صديقي اتمنى يكون الفيديو عجبك واستفدت منه ولو بمعلومه واحده، وافتكر دايما ان معلومه واحده ممكن تغير حياتك. ويا ريت تشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. انا حسام سلام واشوفك ان شاء الله في الحلقه الجايه.